مرحبا بكم في تيكا تاكا. اليوم حلقة جديدة باش نحكيو على التربص اللي كان الترجي ان شاء الله الترجي اللي باش يصير التربص هذا في المغرب. اليوم شنو اخر الاخبار، شنو تحضيرات الترجي، شنو برنامج التربص، باش نرجع باك تفاصيل على القائمة المستدعات للتربص. هذا الكل باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل. كما تعرفوا الترجي استغلت الفترة نتاع التوقف الدولي ومناسبة كاس العالم باش توقف على اكثر الامكانيات. ثم عديد المباريات الوديه المبرمجه التربص هذا نحكيو عليهم تباعا. اليوم كما قلنا الترجي يحاول يستغل الفتره هذه للوقوف على الجاهزيه البدنيه للاعبين. اليوم باش نشوفوا نقائص الفريق. ان شاء الله التربص هذا يكون يعني في حجم تطلعاته ان شاء الله، يعني الاهداف اللي يحب يوصلها الترجي من خلال التربص هذا نوصلوا لها. من غير ما نطول عليكم، ديما نذكر قبل ما نبداو في الحلقه وقبل ما نبداو في موضوع الحلقه، الناس اللي هيش مشتركه في القناه تمشي تشترك في القناه، الناس اللي يهمها المحتوى اللي نقدم فيه اني تمشي وتدخل وتعمل ابوني وتخلي لنا جيم وكومنتير باش الفائده تعم وتوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي يهمها شان الترجي وشان الكره في تونس ولا في العالم العربي ولا في العالم بصفه عامه. دونك من غير ما نطول عليكم نمشيو لفاصل قصير وانا راجعين. جديد في التيكا تاكا. كما قلنا اليوم باش نحكيو على التربص تاع الترجي اللي في المغرب ان شاء الله. اليوم الترجي كان انتقل للمغرب عبر الطائره الخطوط التونسيه. امس وصل الترجي للمغرب وباش يبدا التحضير للمقابلتين وديتين مبرمجتين في التربص هذا. تربص الترجي كما قلنا تحضيري في المغرب في مدينه مراكش بالذات. يتخلوا التربص هذا زوج مباريات. المباراه الاولى ان شاء الله باش تقام نهار السبت مع الرجاء، وبعدها مباراة مع الفتح الرباطي المغربي. مباراة الرجاء مبدئيا من غير جمهور لأن السلطات المغربية ما سمحتش بحضور الجماهير في المقابلة هذه. اليوم رئيس الرجاء والمنظر الكبير اللي هو مدرب الرجاء كانوا يعني قبلوا انه يعملوا مقابلة ودية مع الترجي. المقابلة هذه ممكن تكون منقولة على القناة الرياضية 3 المغربية. للناس اللي يهمها باش تشوف الماتش تنجم تتفرجوا عليه في قناة الرياضية المغربية 3. اليوم كما قلنا المدرب التونسي المنظر الكبير ورئيس الرجاء راوا انه احسن كاليبر ينجموا يلعبوا معه هو الترجي، والترجي ايضا باش توقف على امكانيات اللاعبيه نتاعها. اليوم خيرت ان تكون الرجاء كمنافس ودي للوقوف على امكانيات اللاعبيه. كما قلنا 28 لاعب في القائمه اللي وجه لها نبيل معلول الدعوه في التربص هذا. باش نعطيكم القائمه تضم 4 حراس مرمى: الدبشي بن شريفيه، الغانمي ومميش. في الدفاع نلقاو بن علي الفادع اليعقوبي المشموم بوشنيبه توغاي عمامو ساسي بن حميده ودقدوق. وسط الميدان نلقاو فيه كل من فوسيني كوليبالي، غيث الوهابي، صابر بوغرين، عزيز الفلاح، معتز الزدام، المهري وغسان العايب. في الاتاكونات نلقاو كل من انيس البدري، عبيد، شراره بن حموده بن ريمه بن عياد الهوني والميموني. هذه القائمه اللي تم استدعائها لتربص المغرب ضمن 28 لاعب ان شاء الله. بالطبيعه يتخلفوا علينا اللاعبين ان شاء الله المنتخب. اليوم القائمه هذه باش تكون يعني في تربص مغلق في المغرب، تخلوا زوج مقابلات ان شاء الله في انتظار تحديد الوقت نتاع مقابلات الرجاء اللي رسميا باش تكون نهار السبت ان شاء الله وبدون حضور جمهور. كما قلت السلطات المغربيه ما سمحتش بحضور الجمهور. اليوم الترجي رات انه تربص المغرب ووديه الرجاء والفتح الرباطي المغرب نجم تكون يعني باش توريك النقائص نتاع الفريق، باش توريك شكون الجوال الماشي شكون الجوال مش ماشي، شكون باش تعول عليه شكون باش تعول عليه، شنو هي النقاص، باش تعرف شنو هي الجاهزيه البدنيه لبعض اللاعبين، باش تشارك اكبر عدد ممكن من اللاعبين، باش تربح يعني كونتاكت مع فريق كبير كما الرجاء. اليوم الترجي في اعتقادي انه احسن بروفه تنجم تعملها اني تقابل الرجاء، خاصه انه زوج فرق معنيين بالتشامبيونز ليج. وعلى فكره الشامبيونز ليج القرعه نتاع الشامبيونز ليج ان شاء الله باش تكون نهار 12 ديسمبر في مقر قنوات اون تايم سبورت مدينه الاعلام الانتاج الاعلامي في مصر ان شاء الله. كما قلنا القرعه نتاع الشامبيونز ليج بتكون ان شاء الله نهار 12 ديسمبر. كما قلت الرجاء يعني جرون كاليبر، فريق ممتاز، فريق يعني من الكبار في افريقيا. الترجي خراط ورات انه من المستحسن ان تقوم بوديتين مع فرق تقريبا في نفس المستوى باش توقف على الاهميه نتاع المقابله هذه وباش توقف على اهميه وعلى امكانيات الملاعبيه. ان شاء الله تربص هذا يكون في حجم تطلعات نتاع الاداره الترجي، وان شاء الله تربص هذا يعني يحقق الاهداف اللي خلاتنا نمشيو للمغرب ونعمل تربص مغلق. هذه كانت حلقه اليوم اللي حابين نحكيو فيها على التربص وعلى القائمه المستدعات للتربص هذا. ان شاء الله تكون
الفيديو نالت اعجابكم ما تنسوناش اللايك والكومنتير، خليونا اقتراحاتكم، خليونا كومنتيراتكم. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.